الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. القناة دي بحاول أجاوب فيها عن أسئلة في الإيمان والإلحاد، أسئلة بتدور في أذهان ناس كتير، ملحدين ومؤمنين بيعتقدوا إن ملهاش إجابة. هنحاول نجاوب عليها مع بعض. السؤال البديهي الأول، هو في خالق ولا لأ؟ السؤال ده بيطرح نفسه بقوة بين مؤيد ومعارض. المؤيد بيقولك إنه الإعجاز الرهيب اللي حوالينا في الأرض والسماء والحيوانات والطيور وحتى في نفسنا والنظام الدقيق لكل شيء بيؤكد وجود خالق قوي وقادر. ما اقدرش انسب كل ده للصدفة. الفريق المعارض بيقولك انه كل الاعجاز ده والانظمة اللي ماشي بيها الكون وجسم الانسان بتعمل بدون ظهور اي قوة محركة او منفذة وراه او ظهور للخالق اللي انشأ كل ده، فبينكر وجوده. طيب انت لما بتروح مطعم وتشوف النظام والديكورات والإضاءة، حتى ساعات الإضاءة مبقاش باين مصدرها أصلا، ويجي لك الأكل جاهز وسخن ولذيذ من غير ما تشوف لا مطبخ ولا شيفات ولا حلل ولا صواني، في بينك وبينها حيطان ولا بيبان، هل ده معناه إن الأكل اتعمل لوحده؟ هل ده معناه إنه مفيش مطبخ؟ مفيش شيفات وراه؟ هو الوضع كده بالظبط، إعجاز رهيب لكن أنت مش شايف الصانع وراء هذا الإعجاز. طيب أنا لما بشوف طيارة أو سيارة أو موبايل أكون متأكد إن وراه مصنع ضخم وعقول ذكية وأيدي عاملة وهندسة واختراعات وإلكترونات دنيا كاملة. طب أنا ما شفتش المصنع وما ذلك ما عنديش شك في وجوده. نرجع للسؤال، هو في خالق الإنسان ولا اتعمل لوحده ولا صدفة ولا بالتطور؟ هل الموبايل ده اتعمل لوحده؟ أكيد لأ. طب مش ممكن يكون مثلا بفعل الحرارة والضغط الجوي والغبار النووي وملايين السنين وبركان مثلا سيح رملة عمل منها الشاشة، وسيح كان حديد عمل منه الجسم بتاع الموبايل، وسيح شوية بترول كده كانوا فوق الوش عمل منهم الكفر بتاع؟ الإجابة هتكون مستحيل. فلما حد يقول لي الإنسان اتخلق لوحده هقول له برضه مستحيل، لأن الإنسان أعقد من الموبايل مليون مرة. يقول لك أصله الطبيعة هي اللي عملت الإنسان وعملت الكون طيب الطبيعة عمية ما بتشوفش، إزاي تخلق إنسان بيشوف؟ ما بتسمعش تخلق إنسان بيسمع، ما بتتكلمش تخلق إنسان بيتكلم، ما بتفكرش تخلق إنسان عنده عقل وبيفكر. الإنسان مجهز بأجهزة، جهاز سمعي وبصري، جهاز للنطق، جهاز هضمي تنفسي تناسلي، دورة دموية وقلب وكبد وكلى، الأنظمة كتير وكلها بتعمل بدون تدخل من الإنسان نفسه، إيدين ورجلين وعضلات عشان يتحرك، وكل ده في قالب جميل الشكل أصلا. إعجاز رهيب. نكمل إن شاء الله الحلقة الجاية.